يا مساء الفل على كل اخواتي اللي مشرفيني النهارده في الفيديو. النهارده هنتكلم عن ظاهره وايقونه ونجمه من نجوم السوشيال ميديا كلنا بنحبها. مين هي الفنانه والنجمه لنا محمد؟ انا شخصيا بحبها وحضرتك بتحبها وحضرتك بتحبيها، بس هي شخصيه تتحب. وهنعرف مع بعض النهارده هي ازاي وصلت للنجوميه وللشهره والترند اللي بقت موجوده عليه على كل المنصات، وغالبا هتبقى يا تيك توك يا يوتيوب. النهارده هنعرف ازاي هي مش مجرد ترند عابر وبتعرف تثبت نفسها كل يوم، وان هي حكايه لازم نقف عندها ونحللها. لنا محمد الاسم اللي بقى على كل لسان، بس يا ترى ايه حكايتها وازاي قدرت في فتره قصيره توصل للنجوميه دي؟ لنا بدات زي كتير من الشباب على السوشيال ميديا وبالذات على التيك توك. في الاول بدات بفيديوهات بسيطه جدا، يمكن تحديات يمكن رقصات، بس الصراحه هي ليها كاريزما طبيعيه وعندها شخصيه عفويه بتوصل للناس بسرعه. وده بيعلمنا يا صديقي انك لازم تبقى على طبيعتك قدام الناس لو حبيت ان انت تبتدي في السوشيال ميديا، لان الناس هي بتحب كده. ترجع بقى تاني لنا بدات تطور محتواها، ما بقتش مجرد بنت بتعمل فيديوهات عاديه، بقت بتقدم محتوى متنوع. مره نشوفها بتعمل مقالب، مره تعمل تحديات مع اصحابها او مع عيلتها، ساعات بنشوفها بتدي نصايح، ساعات بتعمل فيديوهات عن حياتها اليوميه العاديه. والتنوع ده اللي خلى الجمهور ما يزهقش منها، بل بالعكس ده بقى يدور هتعمل ايه النهارده وهتنزل ايه النهارده، هتتكلم عن ايه النهارده. كل ده بيفيد الجمهور وبيفيدنا. ونيجي بقى للحاجات اللي خلت شهرة لنا زادت قوي. اول حاجه علاقتها القويه اللي بصديقتها قمر الطائي. الثنائي ده عمل حاله خاصه جدا على السوشيال ميديا لدرجه ان فيديوهاتهم المشتركه بقت بتجيب ملايين من المشاهدات. الناس بتحب تشوف صديقتهم الحقيقيه والعفويه، بدليل ان بقى في كتير قوي من الترندات اللي عملوها مع بعض بقت علامه مسجله باسمهم. كتير مننا شاف فيديوهاتهم وهم بيضحكوا مع بعض او بيتخانقوا مع بعض، والصراحه ما بينهم كيمياء رهيبه. ولنا مش بس بتقدم محتوى، لا دي بتتفاعل كمان مع جمهورها وبشكل مستمر، زائد ان هي بترد على الكومنتات وبتطلع لايفات وبتشارك كمان جمهورها تفاصيل حياتها. وده بيديك احساس دايما ان النجم ده قريب منك جدا، زائد ان ده بيخلي الناس تحبها اكتر وتتعلق بيها اكتر. والصراحه ان هي ما بتتعاملش معاهم كارقام، هي بتتعامل معاهم كاصدقاء زي ما انا بعمل معاكم كده بالظبط. انا مش عايزكم تنسوا ان طريق الشهره مش مفروش ورد، واي حد بيوصل لطريق النجوميه بيقابل تحديات وانتقادات. انا اهو، بس اكيد هي مرت بلحظات صعبه جدا، بس اللي بيميزها ان هي بتبقى عارفه ازاي تتعامل مع ده وبتتعلم من اخطائها، وكمان بتكمل طريقها بثقه. وده بقى اللي خلاها قدوه لناس كتير. طيب ايه بقى اللي ممكن نتعلمه من لنا محمد؟ اولا العفويه، وده اللي انا قلت لك عليه في الفيديو من شويه، خليك عفوي. ثانيا التنوع، ما تخافش تجرب حاجات جديده في محتواك. طب ثالثا التفاعل مع الجمهور، لان هم دول الناس اللي بيساندوك زيكم كده طبعا، وانتوا زيكم عاملين ايه؟ رابعا الاصرار، لو قابلت صعوبات كمل طريقك. يعني بمعنى اصح يا صديقي ما تخليش حاجه توقفك، وده مش في المحتوى بس، لا ده في حياتك عموما. يعني انت المفروض اي حاجه او اي قرار هتاخده في حياتك تكمله للاخر، ايا كانت النتيجه فهي نتيجتك انت اللي عملت كده. وفي النهايه لنا محمد مثال حي على ان اي حد عنده شغف وموهبه وعارف ازاي يتواصل مع الناس ممكن يحقق نجاح كبير على السوشيال ميديا. وطبعا مستنيكم تقولوا لي ايه رايكم في لنا محمد، وايه اكتر فيديوهات بتحبوها ليها، وسيبوا لنا رايكم في الكومنتات تحت، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير. يلا بينا.